بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء حبايبي طلبة الصف السادس الابتدائي وخصوصا زينب طلبت مني درس سيف الدين قطز، فهنعمل تلخيص كده على النقاط السريعة إن شاء الله، ولو عجبكم قولولي عشان نكمل الفيديو التاني. أولا هنبدأ بالتعريفات يا زينب، معلش هنبدأ بتعريف مثلا المماليك هم إيه؟ هم غلمان بيشتروهم ويدربوهم على فنون الحرب والقتال. مملوك يعني مش حر، عبد. هم غلمان بيشتروهم ويدربوهم على فنون الحرب والقتال، ثم بعد ذلك بيضموهم لفرق عسكرية في الجيش. طيب، المماليك دول يا ولاد كانوا بيشتروهم في عهد الدولة الأيوبية وبيدربوهم على فنون الحرب والقتال. طب يجيبوهم منين؟ مثلا الدولة المنتصرة في الحرب بياخدوا الأطفال دول وبيعوهم كعبيد، وزي ما قلنا الدولة الأيوبية بتشتريهم وبتدربهم على فنون الحرب والقتال. طيب، المماليك دول بدأوا يظهروا امتى؟ لما تصدوا في نهاية الدولة الأيوبية للصليبيين بعد وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب. يبقى نجم الدين، يبقى الدولة الأيوبية على طول نجم الدين أيوب يبقى في عصر الدولة الأيوبية بعد وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب. قاموا بهزيمة الصليبيين في معركة، يلا نشوفها. معركة فرسكور، كاف وصاد، فرسا قرب القرب من المنصورة، فرسا قرب القرب من المنصورة. طيب، النتائج المترتبة على معركة فرسكور بالقرب من المنصورة: طرد الصليبيين واعتلاء المماليك عرش مصر. يبقى النتائج المترتبة على المعركة دي ايه؟ طرد الصليبيين واعتلاء المماليك عرش مصر. طيب، يلا نعرف المغول هم ايه؟ هم قبائل رعوية بدوية عايشين في وسط آسيا. هم قبائل رعوية بدوية عايشين في وسط آسيا، كانوا يجيدوا فنون الحرب والقتال. خلي بالك يا زينب انت وحنان، كانوا بيجيدوا فنون الحرب والقتال. خلي بالك يا زينب انت وحنان. جزعمهم جنكيز خان كون منهم جيش عظيم، بس كان فيهم عيب خطير، كانوا متوحشين. يبقى احنا عرفنا كده ايه المغول هم ايه؟ هم قبائل رعوية بدوية عاشوا في وسط آسيا، كانوا بيجيدوا فنون الحرب والقتال. خلي بالك يا زينب انت وحنان. زعيمهم اسمه جنكيز خان، كون منهم جيش عظيم، بس كان فيهم عيب خطير، كان متوحشين، كانوا بيدمروا البلد اللي هم بيدخلوها. أحوال مصر كانت عاملة إيه يا ولاد قبل ما يجي المغول؟ بعد مقتل السلطان المملوكي عز الدين أيبك، عمل المماليك على تولية ابنه نور الدين علي، ونظر لصغر سنه عينوا له نائب اللي هو قطز. ليه؟ لأن أحوال البلاد غير مستقرة والسلطان الصغير غير قادر على إدارة البلاد. جالهم خطاب أو رسالة من المغول بيهددوهم إن لم يستسلموا هيجي يغيروا عليهم ويقضوا عليهم. طب ليه المغول عايزين يجوا على مصر ليسيطروا على مصر؟ لأن يا ولاد في الأول هم راحوا على العراق وأسقطوا الدولة العباسية وبلاد فارس اللي هي إيران وبلاد الشام، مش فاضل فيه غير مصر. طب ليه بما تفسر محاولة المغول للسيطرة على مصر؟ علشان عدة أسباب: واحد، إن هو القوة الوحيدة المتبقية في العالم الإسلامي. اتنين، إن هو أصبحت مقر للمسلمين الهاربين من المغول اللي فروا من الدولة العباسية اللي في العراق وبلاد فارس وبلاد الشام. موقعها استراتيجي، وان هم لما يحتلوها هتبقى هيستطيعوا يسيطروا على العالم كله، لانها هي البوابه اللي لشمال افريقيا، هي البوابه لشمال افريقيا. طيب، الرساله دي وصلت والسلطان صغير السن هنعمل ايه؟ راح قطز جامع الامراء وعمل معاهم اجتماع، فاستقر الاجتماع ده على عزل السلطان الصغير وتولى قطز المهام. طيب، عمل قطز اجتماع للأمراء وعمل اجتماع ليه؟ لرفع الروح المعنوية ليهم وجمع الأموال لتجهيز الجيش، وكمان عين قائد للجيش اسمه بيبرس. طيب، وعمل كمان؟ تحالف مع ملك الشام اسمه الملك الناصر. والمصريين لما عرفوا كده
والمصريين لما عرفوا ان الجيش بيستعد لمقابلة المغول بدأوا هم كمان يتطوعوا ويروحوا عشان يحاربوا. وما قلناش احنا كان عمل اجتماع ليه ليهم يا اولاد، لان الناس كانوا مرعوبة في الاول من المغول، لان هم عارفين ان هم متوحشين. ويلا كفاية كده، نكمل في الفيديو التاني علشان ايه ما بحبش الفيديوهات ايه الطويلة. يا رب يكون الفيديو كده سهل.